هلو هلو، أنا بوسي طه. هعمل معاكم النهاردة أسهل وأسرع فرخة محشية بالرز والكبد والقوانص ممكن تعملوها في حياتكم، وهتطلع معاكم خطيرة. زهقتوا بقى من الوصفات التقليدية للفراخ؟ متأكدة إن بعد الوصفة دي مش هتبطلوا تعملوها أبدا. وصفة سهلة وسريعة ومختلفة، وبجد مش هتاخد في إيديكم وقت خالص، وهقول لكم كل الأسرار إن الفراخ تطلع معاكم خطيرة وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبجد بجد من حلاوتها مش هتقدروا تقاوموها أبدا. ولو انتوا أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصلكم كل فيديوهاتي. يلا بينا نبدأ مع بعض الطريقة. معايا 5 معالق كده من الزبدة الصفراء، ممكساهم ما بين الزبدة الصفراء والسمنة البلدي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنزل عليهم بمعلقة كبيرة فلفل اسود، ومعلقة كبيرة من الزعتر، ومعلقة كبيرة من التوم البودر، وهمكسهم كويس جدا كده مع بعض. خلوا الزبدة بتاعتكم تكون بدرجة الغرفة، لو مش بدرجة الغرفة ممكن تدخلوها الفرن أو الميكروويف كده لمدة دقيقة لحد ما تبدأ تسيح معاكم كده شوية علشان خاطر تعرفوا تستخدموها. هضيف عليهم معلقة صغيرة كده من الملح، وهمكسهم كلهم كويس جدا مع بعض، وكده التتبيلة بتاعتي تكون جاهزة. معايا الفرخة بقى أي وزن انتوا حابينه، مش شرط وزن معين، ممكن يكون وزنها صغير ممكن يكون وزنها كبير، زي ما انتوا حابين. التتبيلة اللي معانا دي هتساوي معاكم الفراخ، وبجد هتكون خطيرة، فما تقلقوش خالص من عملية حجم الفراخ. هدخل كل التتبيلة بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده من تحت الجلد كده عشان خاطر تطري معايا الفراخ خالص. بصوا اكنكم بتعملوا للفرخة مساج كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دخل التتبيلة كده في كل حتة لحد ما اتأكد ان كل التتبيلة دخلت معايا كده في الفراخ. الحركة دي بتدي تست حلوة قوي للفراخ، وكمان بتخلي الفراخ تستوي معاكم بكل سهولة. شايفين بدخل التتبيلة كده في كل حتة في الفرخة، ودخلها كده من عند الورك بحيث ان الفرخة كلها تتطعم بالصوص اللي احنا عاملينه ده بالشكل ده كده. بدخلها من جوه الفرخة كمان. الخطوات دي مهمة جدا وبتفرق معاكم جدا في الطعم لحد ما تتأكدوا ان الفرخة كلها شربت كده من الصوص اللي احنا عاملينه، وبقت متغلفة كلها كده بالتتبيلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هسيبها بقى في الصوص اللي احنا عملناه ده لمدة نص ساعة لحد ما ابدأ اجهز الرز بتاعي. في حلة سخنة بقى على النار بنزل ب3 معالق كبار كده من الزبدة، وهنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الزيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واول ما يبدأوا يسخنوا معايا هنزل ببصلاية كده متوسطة مقطعاها مكعبات صغيرة بالشكل ده كده، وهشوحها كويس جدا. اول ما تاخد معانا لون ذهبي خفيف كده هنزل بفصين من الثوم وواحد فلفل حامي، واشوحهم كويس جدا مع بعض. وهنزل عليهم ب2 عود قرفة خشب واشوحهم كلهم كده مع بعض. وهنزل عليهم بالتوابل معلقة كبيرة من السبع بهارات، ومعلقة كبيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة كبيرة من القرصم، ومكعب من الماجي. هشوحهم كويس جدا كده مع بعض لحد ما ريحة التوابل تبدأ تطلع معايا. وهضيف عليهم معلقة صغيرة من الكركم، هي دي اللي بتديني اللون الخطير اللي انتوا شفتوه. وهشوحهم كويس جدا على النار لمدة دقيقتين. اول ما يتشوحوا بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هنزل عليهم بالكبد والقوانص كده، وهشوحهم. في الوقت ده بتكون النار متوسطة علشان خاطر ما تنزلش معايا مية ابدا، وتتشوح معايا كده بكل سهولة. وهضيف نص معلقة صغيرة من الملح واقلبهم كويس جدا مع بعض. وما تنسوش ان احنا كنا حاطين ماجي، فلازم تظبطوا ايديكم كده في الملح عشان ما يطلعش معاكم حادق. هشوحهم على نار متوسطة لحد ما تبدأ تنضج معايا كده كويس جدا لمدة 3 دقايق كده. اول ما تبدأ تغير معاكم لون بالشكل ده ببدأ ان انا اضيف الرز اللي انا بستخدمه رز مصري، وبشوح فيه على النار لمدة 5 دقايق باستمرار. لازم تشوحوه كويس جدا علشان خاطر تاخدوا منه تست كويس جدا. هو ده الشكل اللي احنا عايزينه. بصوا الرز مفلفل ازاي، بدأ يغير لون معايا كده للون الابيض. هو ده الشكل اللي احنا عايزينه كده. اتأكدوا ان الرز هيطلع معاكم مفلفل وخطير. وزي ما عودتكم دايما كل ما تشوحوا في الرز اكتر كل ما الرز بيطلع معاكم طعمه خطير ومفلفل وما بيعجنش منكم ابدا. عايزة اقول لكم بجد ان في الوقت ده بتشموا ريحة خطيرة. بعد ما شوحنا الرز بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هضيف مية مغلية، وهتكون بسوى الرز اللي احنا عاملينه، وبسيبه لمدة 5 دقايق على نار عالية لحد ما يبدأ يتشرب معايا كل كمية المية اللي احنا ضفناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واهم حاجة لازم يكون على نار عالية علشان خاطر ما يستويش معاكم
لو انتوا حسيتوا ان هما محتاجين ملح انا ضفت هنا نص معلقة صغيرة من الملح، وهغطي عليه وهسيبه لحد ما يبدأ يستوي معايا. هنا خلاص ده الرز بعد 5 دقايق كده بالظبط. بصوا كان بدأ يستوي كده معايا، انا مش عايزاه سوا كامل، انا عايزاه يدوب كده ربع سوا بس، وبسيبه بعد كده يستوي على نار هادية براحته، علشان خاطر الرز بتاعكم ما يعجنش معاكم في الفراخ. وباقي كمية الرز بسيبها تستوي مع نفسها كده على نار هادية، وبزود لها ربع كوباية من المية. هبدأ اشيل الرز بقى ان انا هحشي بيه الفرخة كده بالشكل ده، بشيله كده في طبق جانبي لحد ما يبدأ يبرد معايا كده شوية. وباقي كمية الرز بضيف لها ربع كوباية من المية، وبغطيه وبسيبه لحد ما يبدأ يستوي معايا، ولازم يكون على نار هادية علشان خاطر ما يعجنش منكم. بقلب باقي كمية الرز كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبغطي الحلة وبسيبهم بقى يستووا على نار هادية. هجيب الفرخة بقى بعد ما سبتها نص ساعة في التتبيلة اللي احنا عملناها، هسيبها بقى كده وهبدأ ان انا احشي الرز كده من جوه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا بصراحة ما استنيتش عليه ان هو يبرد، بس انتوا ممكن تسيبوه لحد ما يبرد معاكم وبعد كده تبدأوا تحشوه. هبدأ ان انا احشيها بقى من جوه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بفرد الرز كده جواها. وما تخافوش احشوها زي ما انتوا عايزين، مش هتطلع معجنة معاكم ابدا، الرز هيطلع معاكم مفلفل وخطير بالشكل ده كده. وبحشيها كده كمان من تحت الجلد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بضيف كمية من الرز كده مناسبة بالشكل ده كده. ما تخافوش مش هتطرقع معاكم ولا اي حاجة، بالعكس بتستوي معاكم وبجد بيكون طعم الرز حلو جدا. وبحشيها كمان من عند الرقبة كده ومن فوق الصدر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ببدأ احشي برضو 3 معالق كده من الرز بالشكل ده كده، وببدأ ان انا افردهم بايدي كده علشان خاطر الرز ما يكونش مكتل كده معاكم بالشكل ده اهو شايفين. بحشي الرز وبعد كده ببدأ ان انا افرد ادخله كده على جوه بالشكل ده. بنقفل الفرخة زي ما انتوا شايفين كده، بجيب حتة كده من الجلد بالشكل ده وبقفلهم كده بضمهم على بعض بأي خلة شيش طاووق عندكم تكون كبيرة شوية، وببدأ ان انا ادخلها كده بالشكل ده بكل سهولة، بتتعمل معاكم بكل سهولة. شايفين كده اتقفلت معايا تماما. وبأي مقص كده عندكم ببدأ ان انا اقص الزيادات دي علشان خاطر ما تتحرقش منكم في الفرن. بقفل الرجل بتاعة الفرخة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بقفلهم كده الاتنين على بعض، وبعد كده بأي خيط ببدأ ان انا الفهم على بعض كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما تتقفل معايا كده بالطريقة دي. وبكده تكون الفرخة بتاعتنا جاهزة معانا. بس بجد شكلها خطير ازاي، والريحة كمان خطيرة من دلوقتي. عايزة اقول لكم بجد ان دي احلى واحسن طريقة ممكن تعملوها للفراخ المحشية. بنقلها بقى بالشكل ده في صينية كده فيها ورق زبدة، وببدأ اضيفها كده عليها. لو مش متاح عندكم ممكن تدخلوها في كيس حراري هتطلع معاكم برضو مظبوطة. وبدخل الرقبة بتاعتها كده لجوه بالشكل ده عشان خاطر ما تتحرقش منكم. فباقي كمية الزبدة بقى اللي مبقت مننا بضيف عليها كده نص كوباية مية مغلية، وببدأ ان انا ادهن وشها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبغرقها كده كويس جدا كده بالصوص اللي احنا عاملينه بالشكل ده كده. وبدخلها الفرن لمدة ساعتين رف اوسط على درجة حرارة 180. وكل تلت ساعة بفتح الفرن وببدأ ان انا ادهن وشها كده بالصوص اللي احنا عاملينه ده لحد ما تبدأ تستوي معايا. لزوم الدلع والمكسرات بقى هنزل بمعلقتين كبار كده من الزبدة، وهضيف عليهم كده شوية من السوداني، وهحمصهم كويس جدا كده مع بعض لمدة 3 دقايق على النار. هنا خلاص ده الرز بتاعي كده بعد ما استوى، بصوا بجد مفلفل وخطير ازاي. وعشان خاطر نبقى زي المحلات بقى بالظبط ونبقى ما قصرناش في اي حاجة، قدمت الرز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وضفت عليه الفرخة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. عايزة اقول لكم بجد شكل وطعم وريحة خطيرة. والصوص اللي بينزل في الصينية بتاعة الفراخ ببدأ ان انا المع بيها الوش كده بتاع الفرخة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بجد الشكل، وبضيف عليهم بقى السوداني كده من على الوش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اقول لكم ان دي احلى واسهل طريقة فراخ محشية بالرز ممكن تاكلوها في حياتكم، والطعم خطير والشكل برضو خطير. بجد بجد جربوا الطريقة دي على ضمانتي، هتطلع معاكم خطيرة ومش هتبطلوا تعملوها ابدا بجد من حلاوتها. وبدل ما تشتروها من برا بكتير قوي هتعملوها بجد في البيت بكل سهولة. بصوا الفراخ مستوية معاكم ازاي بجد ودايبة، والرز كمان طالع مفلفل وخطير، والفراخ جوسي كده وبتتقطع معاكم بكل سهولة.
جربوها على طريقتي ومش هتندموا أبدًا، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لي لايكات وكومنتات عشان أعرف إن وصفاتي بتعجبكم، وما تنسوش دايمًا إن معبوسي طه دايمًا حلاوتها في تتبيلتها.